من النهاردة مفيش كفتة الحاتي من بره خلاص، علشان الحاتي بنفسه هيبقى عندك في البيت. اسهل واسرع طريقة كفتة هتعمليها في البيت، جوسي وطرية من جوه ولا بتنشف منك ولا اي حاجة. تابعي معايا الفيديو عشان تعرفي انا عملتها ازاي. انا اسمي حنان والرهان معايا دايما كسبان. انا معايا هنا المقدار اللي في الكوباية ده هو 8 كيلو من البرغل. انا بحط التمن كيلو على كيلو لحمة، بس انا النهاردة هعمل معاكم نص كيلو لحمة، فانا عايرت التمن كيلو في الكوباية وخدت نص المقدار. ومقدار البرغل بحط عليه مية مغلية، يعني مثلا نص التمن من البرغل بحط عليه نص كوباية مية مغلية. وركنتهم على جنب، ودلوقتي هفرم بصلايه كبيره في الكبه. بس انا عايزه البصله ديت فرم ناعم جدا. انا هنا بوريكي قوام البصله، ان انا عايزاها زي التفل كده عشان تنزل كل العصاره اللي فيها. بصي القوام بتاعها. لما اكون عايزه البصله تقطيع خشن، انا بضغط على الكبه ضغطات متقطعه، يعني بضغط واشيل ايدي بضغط واشيل ايدي، لكن انا هنا كنت بضغط وما شلتش ايدي خالص. انا كنت بضغط عشان عايزاها تتعصر. وبعد كده صفيت المية بتاعة البصلة دي على مصة، وطبعا ما نرميهاش عشان احنا عايزينها تاني هنستخدمها. ركنتها على جنب وجبت البرغل بعد حوالي ربع ساعة كده، كان شرب المية بتاعته زي ما شفتوا، وبرضو اديته لفة في الكبة. وهبدأ بقى ان انا انزل بالحاجات ديت على نص كيلو من اللحمة المفرومة، وهبهر بقى بالبهارات بتاعتي. معايا هنا نص معلقة من الفلفل الاسود، نص معلقة من البابريكا، ونص معلقة من الشطة، ونص معلقة من الملح. ومعايا كيس بهارات. انا اول مرة كنت استخدم النوع البهارات ده، بس انا دايما بستخدم ويلز عشان انا بعمل مثلا مقدار كيلو واشيل الباقي في الفريزر. عايزه اقولك ان ويلز طعمها احلى. والسر بقى في الكفتة انك تحطي معلقة صغيرة ممسوحة من البيكنج باودر او كيك شيف او اي حاجة ترفع عندك، بس هو البيكنج باودر او الكيك شيف هو اللي كان متوفر عندي يعني. بعد كده انا بحب الفرمة بتاعتها تكون ناعمة اكتر، فباخدها تاني بديها تقليبة كويس بايديا، وباخدها تاني تاخد وش كمان على الكبة. وحوريكي هنا الفرق ما بين القوام اللي اتفرم التاني بالكبة والقوام اللي كان موجود. دي مفرولة شوية، لكن دي بتكون القوام بتاعها انعم. فانا عايزاها ناعمة عشان انت لو حبيتي ان انت تصبعيها على عصيان شيش تاوك علشان تشويها على فحم، بالطريقة دي عمرها ما هتفك معاكي. وهنا بقى عشان تبقى سهلة عليا في تقسيمها ويبقى كل الصوابع قد بعض، نص كيلو اللحمة انا بطلع منه 20 صوبع كفتة. انا هنا قسمت النص 4/4 تقريبا، كل ربع بيكون قد التاني. وهبدأ ان انا اخد كل ربع اقسمه على 5 كور صغيرة. انا هنا اتقسم معايا 4، فبدأت ان انا اخد من كل حتة حتة عشان اكمله واعمله كورة. وهنا انا كنت كملت بقية الكمية. وهاخد مية البصل اللي انا صفيتها، هحط عليها رشة فلفل اسمر ورشة بابريكا و3 4 معالق كده من الزيت. هقلبهم كويس، وهي دي بقى هتبقى المية اللي انا هصبع فيها. انا هنا بوريكم ان انا عندي طريقتين انا ممكن اصبع عليهم. يا اما تصبعي على المسن بتاع السكاكين، يا اما تصبعي على معلقة لو انت ما عندكيش المسن دوت. وهوريكي ان بالطريقتين برضو صبع الكفتة هيطلع نفس الشكل ونفس الحجم، يعني ما فيش حاجة هتبقى مختلفة معانا، ما تقلقيش. وانا بوريكي طريقة التصبيع معانا. انا بصي انا بصبع ب3 صوابع، والصبع الكبير يعني في صبع كده هتلاقوه كده طالع مع نفسه علشان انت لو مسكتي بصوابعك كلها ف... هتطلع معاكي كده مكعبره كده، لكن الطريقه دي ان انت بتبططي كده بصوابعك فبتطلع معاكي متساويه وبتبقى القوام بتاعها اللي هو مظبوطه يعني. وهنا انا وريتك سواء على المعلقه او بالمسن، فالكله طالع نفس الشكل. وهنا ما شاء الله دي الكميه اللي طلعت معايا من نص كيلو لحم. هنحطها في التلاجة شويه، وهنعمل بقى شويه مكرونه كده بالصوص الاحمر او بالصلصه عشان تبقى معانا جنب الكفته دي. انا بحمر بصلايه، بخليها تاخد اللون ده. بعد كده بنزل عليها بطماطم معصوره. دي طماطم برضو اللي انا خزنتها معاكم قبل كده، دي خلاص بقى احنا هنعتمدها في كل الوصفات يعني. اي طماطم هتلاقوني بحطها هي دي اللي احنا مخزنينها مع بعض. وهنا حطيت عليهم معلقه صلصه، وده ملح وفلفل وشطه ومرقه. بس هي دي كده البهارات بتاعتي. ما بحطش بهارات كتير
في الصلصة بتاعة الطماطم. وهنا انا كان معايا هنا نص كيلو من المكرونة الاقلام، كانت المية مغلية. هحط المكرونة وهحط كمان عليهم معلقة من الملح. نصيحة مني، اوعي تحطي المكرونة والمية لسه ما غليتش، المكرونة بتتكسر وبتلاقيها اتفتفتت معاكي وبتعجن. وهنا انا كنت بوريكم الكفتة اللي انا هدخلها الفرن، والصلصة كمان كانت اتسبكت، خدت القوام اللي انا عايزاه. والمكرونة بقى انا عايزة فيها يبقى فيها سنة كده من العضة، يعني مش ما تكونش مستوية سوا كامل. بصفي المكرونة، وبوريكم هنا ان انا سايبة في قعر الحلة شوية من مية المكرونة، يعني مثلا مقدار نص كوباية كده من مية المكرونة. وهنزل على المكرونة في نفس الحلة بتاعتها، مش هفضل انقل بقى في حلل تانية واروح واجي واطلع مواعين كتير. في نفس الحلة هنزل عليها بالصلصة اللي احنا سبكناها. هشوف لحد ما اللون اللي اوصل له لون المكرونة تمام يكون عاجبني، وخلاص كده ههدي هنا. هحط تحتها حاجة عشان المكرونة ما تلزقش، وهدي النار. وبصي بقى على شوية مكرونة، يعني بصي هي عايزة تتاكل في الوقت ده وهي كده وشكرا، مش عايزة حاجة جنبها. جوسي جدا وطعمها حلو، شاربة من الصلصة. وشكرا، انا كده طفيت على المكرونة، خلاص خلصناها. طلعت الكفتة بعد ربع ساعة من الفرن، كنت حطاها على الرف اللي تحت على درجة حرارة 200. قعدت ربع ساعة بالظبط. بعدين هنا بدهن الوش من الدهون اللي نازلة من الكفتة، وهنزلها على تحت الشواية تاخد مثلا 5 دقايق. وده شكلها بعد ما طلعت. هنقدمها بصوا، وبألف هنا عليكم. لو وصلتم لحد هنا في الفيديو اعملوا متابعة واشتراك علشان يوصلكم كل جديد. وشكرا لكم والسلام عليكم.